مشكلة نمرة واحد، أنا ست متزوجة من راجل. احنا الاتنين اتفقنا قبل الجواز ان احنا هنشتغل ونحط ايدينا في ايدين بعض. المهم عملنا كده فعلا واتجوزنا، كل حاجة كانت ماشية تمام وزي الفل لحد ما ساب شغله. أنا طبعا زي أي ست بتحب جوزها وجدعة معاه وأصيلة معاه، وقفت جنبه وقلت له ولا يهمك، لو ما لقيتش شغل تاني افتح مشروع. المهم يا رضوى قال لي اوكي تمام، حاول انه يدور على كذا وظيفة، ما عرفش. وبعدين قال لي هنعمل مشروع. اديت له فلوسي واديت له ذهبي علشان يعمل مشروع. المهم عمل مشروع والمشروع فشل ذريع. رجعت قلت له دور على شغل، قال لي تمام. المهم ان هو من يوميها ما بيدورش على شغل. انا بنزل كل يوم اروح الشغل، اصرف على البيت، اجيب طلبات البيت. واخيرا، وعلشان كده ببعت لك مشكلتي النهارده، جوزي عايزني اسيب له مصروفه على الكومود قبل ما انزل كل يوم الصبح الشغل. ولما اقول له انت ما بتدورش على شغل وما بتشتغلش ليه، بيقول لي مفيش شغل. على كده يا رضوى بقالنا اكتر من سنة. اعمل ايه؟ يعني انت جوزك راجلك بيقول لك كل يوم الصبح قبل ما تنزلي سيبي فلوس على الشيفونيرة على الترابيزة مصروفي؟ خلاص، طالما هو قرر ان هو يعني يضحي بدوره كراجل، اقبلي التضحية دي وعامليه على الأساس اللي هو قرر ان هو يعامل بيه. سيبيه كل يوم فلوس الصبح على على الترابيزة او على الشيفونيرة او على الكومود اللي جنب السرير، وقولي له حبيبي معلش والنبي في طبقين في الحوض بقى اغسلهم، عشان انا بس ايه تعبانة وتعبت امبارح مع العيال في المذاكرة، ففي طبقين في الحوض اغسلهم. و و وتنساش تغير الواد، الرضعة اهي، كوافيل اهي، الكريم اهو. اوعى تغير للواد من غير ما تشطف. شطف الواد عشان النظافة. وكوافيلك اهي وغياراتك اهي يا حبيبي، وغير للواد. وحطي له حبيبتي فلوس مصروف اول كل صباح شريف جنبه على الترابيزه. ورجعي من الشغل بس مش عايزه اسمع صوت، انا تعبانه وشقيانه طول النهار، لو سمحت من فضلك عايز تتكلم مع حد من اصحابك انت يا واد خد ابوك ويخش جوه في الاوضه. ما حدش يعمل لي بقى، انا جايه قرفانه وتعبانه وبتخانق مع مديري. وتعالي على بعض الدور رايحه فين؟ نزل مع اصحابي، بلاش على القهوه بقى، في كافيه. في ايه؟ انا طول النهار مخنوقه وتعبانه وبشتغل وشقيانه وعايزه ارفه عن نفسي شويه، جرى ايه؟ في ايه؟ ذاكرت الواد درس العربي، ذاكرت البيت درس الانجليزي. طالما هو قرر ان هو مش عايز يشتغل سعادته وعايز يتنازل عن دوره كراجل، اقبلي اقبلي ونشوف بقى مين فينا اللي هيتضايق الاول. ويبعت لك رسائل مع غشغوله في اجتماع خير، البيت كويس، الولاد كويسين. يعني ده مفيش احلى من كده في الدنيا. يعني زي ما هو مقدرك وبيخليكي تنزلي تشتغلي وخدتي فلوسك وبعتيها عشان تعمليه مشروع، وهو فشل ومش عايز يشتغل وبيقولك مفيش شغل وقاعد بقاله سنه في البيت، هو اذا وكمان بيتخانق معاكي عشان تسيبي له مصروف ايده، لا خلاص يبقى هو كده معروفه، هاشتاج معروف. فانت اعملي بس اللي انا بقول لك عليه ده وكده بقى. ها ايه في ايه مش عايزه حد يضايقني، انا اعصابي تعبانه، انا متخانقه في الشغل، البيت على كف عفريت، الحكايه الدنيا غليت، يعني عايز مصروف كام؟ 40 جنيه في كتير، انا بابا كام عشان دي؟ ليه؟ هتصرفهم في ايه؟ هتروح تحلق بكام؟ احلق في البيت، احلق دقنك في البيت، عايزين نوفر يا جماعه، فاهمه؟ حبيبي مش عايز اشتغل. رجاله اخر الزمن دي اه اه, آه.
بعدين يرجعوا يقولوا ضايقيه. ضايقيه بقى، بصي كده عادي. يسوع حبيبي مالك يا روحي يا عم، ايه اللي مضايقك؟ في ايه؟ تتخانق مع عند اصحابك ولا ايه؟ بقول لك ايه، تنسى هتقرفني وتحكي لي قصصك؟ لا لا، ده انا جايه من الشغل مصدعه، ده الدنيا زحمه موت، ده المحور كان مقفول، ايه ده؟ الله.